ازيك يا حمد المجيد. جينا في فيديو جديد من قناه طيور احمد بدوي. النهارده يا جدعان ان شاء الله هنتكلم على المعزه اللي كانت مسقطه من قيمه 15 يوم. تمام، تقريبا في الوقت ده المعزه ما شاء الله دلوقتي ابتدت تهز ديلها للجدي زي ما احنا شايفين وعايزه تتلقح منه. طبعا ده بجانب اللي انا طبعا في اول البدايه ما سقطت اديتها طبعا مضاد حيوي ومضاد للالتهابات عشان تنظف الرحم. ده رقم واحد. رقم اتنين ابتديت اديها هيسينيوم، تمام، وحاجات تنشط المبايض عندها اللي هي تلقح معايا بسرعه زي ما قلت في الفيديوهات اللي فاتت. طبعا لما عاوز النتايه تلقح معايا بزود معايا في العلفه بتاعتي شعير، ده رقم واحد. رقم اتنين بدي فيتامين هي سينيوم، تمام، ده بيخلي الحاجه تساعد معايا. وحاجه ثالثه اللي انا قلت الفيتامين اللي هو بيجي من الصيدليه البشري اللي بيزود الخصوبه وبيزود نسبه المبايض عند النتايه. ما شاء الله النتايه بتبقى بصحه جيده وفي نفس الوقت بتطلب بسرعه. يبقى احنا كده عرفنا لو عايزين النتايه تطلب معايا بسرعه هتعمل ايه بالظبط، عشان بس ما تقعدش فتره جامده تاكل وتشرب على الفاضي. يبقى كده في عوامل معايا او اسباب بتخلي النتايه تطلب معايا بسرعه. يعني تقريبا بقى بتاع 15 يوم مسقطه بالظبط. الحمد لله نضفت، رجعت لصحتها بسرعه، تمام، ابتدت خدت الفيتامينات بتاعتها، ابتدت تطلب معايا والجدي بيجري وراها من امبارح. وان شاء الله باذن الله يلقحها في خلال النهارده ان شاء الله وتبتدي تمسك، وباذن الله تبقى عشر ان شاء الله. دي المعلومه بتاعت الفيديو. لو عجبك الفيديو لايك، لو اول مره بتتابعنا دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس هيوصلك مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.